يا سيدي يا سيدي يا عيني يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا ليلي ليلي يا ليلي يا ليلي ليلي يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا ليلي. السلام على الخوت. اهلا وسهلا اهلا وسهلا، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. ما عرفت واش كيتسمع الصوت، الصورة واضحة ولا ما واضحاش، الله ما عرفت. انا نتسنى. اهلا دوجة. السلام على الخوت، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. شكرا مسموع حكيم. إباو اهلا وسهلا. اسماعيل شريف بن موسى عليكم السلام. رضوان سترينج. دوجا كما العادة هي الأولى. زبير مدريد، وليد، فاروق، ميشا، عمر، قدور، محمد أخي، أكلي، سعيد، يوسف، هام، مشيتي، مستر جلال، إزاد مؤمنات، إلي بي، كاستيلون، سلطاني، مريم، أهلا ملكة ملكة، طيب جنون، سلمى، جابر، كاميونيرو. أهلا وسهلا، مرحبا، حسن أوتار، علي، ملال، بشرى، نبيلي، كسيلة، يوسف، حمودة، أجرينو، محمد عوز، اتش اف دي، شي حاجة بحال هكا، مالك، ويب، نادير. سلام اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. وقيله مشتوال كيبان ليا. ما كاش صوت، ما كاش. طرطق ايه هي طرطق، برطق، فرطق برطق. المهم الخوت شوفوا، الصوت سمعناه مزيان، كلشي مزيان، فاللي كيقول ماشي مزيان راه يمكن عنده الخلل. انا كيبان لي التليفون يمكن زيد الصوت شويه. بغيت نوريكم واحد الدخله زوينه غتعجبكم. شوفوا معايا، الشعب الموريتاني، الشعب الموريتاني. سمعتيها دابا؟ اسمع. مرحبا اخويا ياسين، حيا الله وبيعك. كيف حالك يا اخويا؟ الله يحفظك. الله يحييك وينور عليك. في عندي نقطة فقط أحب أني أوضحها في أخبار المغرب. نطلب من السفارة الموريتانية ومن السفارة المغربية قلقلوا الحدود نهائيا 100 وأعلنها ومقدم وجهي للكاميرا علشان ما أتكلم يعني خلف الكاميرا واقول كلمه. نطالب السفاره الموريتانيه باغلاق الحدود 100 لان ما في معانا حالا حدود. حدودنا مفتوحه مع الجزائر والبضاعه تجينا من الجزائر وامورنا 100. ما حصلنا منهم اي مشاكل، ما حصلنا منهم دعاره، ما حصلنا منهم اي خبر. يا اخي اقول لك حاجه يا ياسين، اقسم لك بالله كل يوم ممسوكه يعني حق الدعاره هناك، واكثريتهم مغاربه. الزطلة تدخل منها كميات كبيرة يا أخي، أقسم لك بالله كميات كبيرة، أطنان على أطنان مع الخضار. يعني ما عاد نريد خضار، مع في عاد الآن معانا الاكتفاء الذاتي من الخضار. ما نريد أي شيء، نريد إغلاق الحدود 100. ما نريد، فرضنا التأشيرة بس هذا ما يكفي، لازم يقفلوا الحدود. خربونا والله انهم خربونا ودمرونا وهربونا عن كل حاجه. الزطله، الدعاره، لا حفزهم ولا طرح لهم بركه. اتكلم عن المغاربه هذوك، في المغاربه فيهم ماده طيبه، بس اتكلم على المتاجرين اللي يتاجروا. يعني دخلونا الدعاره، دخلونا كل حاجه زفته، ما حصلنا منهم الا حاجه زفته. نطالب باغلاق الحدود 100 ولا نريد غير كذا. الله يحييك يا عمي. شكرا لك. ليبرتي الصحراء. آه. آه. أمدرا، غتاخدوا شي قرار ضد موريتانيا ولا ما غتاخدوش؟ كتبان لكم الجزائر، موريتانيا واش ما كتبانش ولا؟ حقا موريتانيا ماشي قوة عظمى، الجزائر قوة. قال لك حنا ما بغي، قال لك الدعارة والمخدرات، قهرتونا حرقتونا، عطيونا اتساع. هذا موريتاني ماشي صحراوي ديال الصحراء الغربية، موريتاني كيطالب بإغلاق الحدود تاعو. ماشي بعيد تونس ديرها وليبيا ديرها، ماشي بعيد.
والله الا ماشي بعيد. فهمتي اش كيقولوا؟ وباقي من يقول لك لا برك علينا شدوا عليهم الحدد. الله يلا مبروك. منار الخريطي. الحدود القرار هذه اخر كرطه، اخر هذه الكارت الاخر اللي عندهم مستقل الوالدين هما الاغلاق وفرض التاشيره راه ماشي على المغاربه. هذه القضيه راها دارت على قبل باش الجزائريين ما يمشيوش للمغرب، ولكن الجزائري راه ممكن يشد طياره من تونس ويدخل المغرب في اي لحظه شاء. يا الخريطي ماذا تاكل؟ يا الخريطي ماذا تاكل؟ كيفاش فرض التاشيرات دارت باش الجزائري ما يخرجش؟ يا البغل يا البغل يا البغل، تاشيره باش انت اللي ما تدخلش. اما هو جزائري شد طياره من تونس ولا من اوروبا ويدخل المغرب. لم تفرض التاشيره على حاملي بطاقه، حاملي جواز سفر جزائري، انما المغربي. لا اله الا الله. الله 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 الله، لا اله. هذا راه ماشي بشر، هذا ماشي بشر. كيف فرحانين زعما راه باش ما يقولش كنا تقصحوا. فانا جبت لكم واحد الفيديو باش تشوفوا الاراء ديال شي وحدين اللي كيديروا هما مؤثرين، ولكن قبل ما عرفتش هو الاول اللي سبق ولا الاخر. شوفوا معايا انكم غادي تموتوا بالضحك باش الناس تفهم توعى. شوف واحد المغربي داير كونت وما كيبغيش يبين وجهه ما نعرف شنو، وشوف فاش كيتفاهم بالجماجم، يعني الجماجم. سمعوا معايا شنو غادي يوقع. الفيزا طبقت كيفاش اخي تفقت علينا حنا الفيزا 10 مليون جنة الجزائر الحور العين فهمتي ما لا عين رأت ولا أذن سمعت. شدوا ثمانية والله العظيم ما عندهم الكونيكسيون مباشرة مع الجنة، حيت عندهم وزارة الشهداء. واش باش يدخل الجنة خصك تهضر مع وزارة الشهداء. فقلب المغاربة يدخلوا علينا الجنة وغادي يديروا تقرير المصير ديال الجنة. زعما هادشي علاش والغربيه قبل منا نشدوا عليهم حنايا الحدود وندخلوا على الجنه ونقرروا المصير ديال الجنه قبل ما يجيو عندنا المراركه، لان البشر ولاو كيعيشوا اكثر منه. فهمتي حنا المعدل ديال العيش ديالنا والمعيشيه ديال زعما ان الجزائر معاهم عندهم الجنه وحور العين، ما بغاوش حتى واحد يدخل معاهم، وفعلا ما باغي حتى واحد يتشارك معاهم في السياحه ديالهم، ما باغيش هما السياحه مع البراني، من حقهم. هادشي كله اللي غادي يقول كله خرطي، ولكن شوفوا اللقطه الاخر اش غادي يقول فيها. اسمعوا انا نزيد شويه سمعوا مزيان شنو غادي يقول. شوف غادي يقول. هما ما عادش راه العيون الدخل على المحيط. راهو في المغرب انا شتو عند نجله راهو في المغرب راهو كيف عند نجله اخي ونشكروك. كيهضروا على سيدهم اسعد القرعي، زعما راهو في المغرب، زعما كيوصل الوسخ ديالو. سمعوا بزاف وعلى ضيف كنسمعوه كامل فهمتي. اقلل شويه من هذاك انا سمع كايناش يقلل شويه. انا واحد الانسان صريح اللي في قلبي كنقول ولا انا خوف فيك في قول كلمه الحق لو تلائم. اخي حسن انا لا الرسول ما كاينش. انا كنهضر على الحكومه ديالي، كنهضر مع الناس اللي حاكمين مسؤولين عليا، مسؤولين على الكرامه ديالي، مسؤولين على ياك سيدنا منين ناضت كورونا جاب المغاربه من الصين، منين ناضت الحرب جاب المغاربه من اوكرانيا. ما كيسمحش فينا سيدنا جايبنا العز، ما كيسمحش فينا. فلسطين شحال هما المغاربه يغوتوا في غزه ما جابهمش، اوكرانيا شحال هما يغوتوا ما جابهمش. الطلبه قال لك حنا سمحوا فينا والسفاره المغربيه هربوا وخلاو الطلبه. قال لك كيدير لنا العز سيدنا ما كيسمحش فينا. والمغاربه اللي كاينين في لبنان، هذوك اللي كاينين في لبنان امتى غيجيبهم شي ديك اللي ما كيسمحش فيك؟ كمل الحكومه هذه باغا تعيشنا في الذل. لا دابا حنا من طبقه الفيزا اخي خص الحكومه تدخل، ولكن ماشي غادي مباشره. انا انا قلت انا ناشدت البوليس، ناشدت المقدميه، ناشدت الجدارميه، الناس اللي كيديروا في البراجات. لقيتي جزائري ما تمشي تعدى عليه. خرج باباه من هذيك الطوموبيله ولا من هذيك الاخر يفليه ليه. يمكن عنده الجوانات، يمكن هز معاه موس، يمكن هز معاه شي حاجه، وزدوا التليفون ديالو. شوف لاخويا عندك الحق، تشوف الميساجات ديالو مع من كيهضر مع من ما كيهضرش. صافي اخويا حنا كنطالبوا بتطبيق القانون فوق الاراضي المغربيه، خصوصا ضد واحد الدوله عدو. واش حنا كتعاوننا؟ سمعتوا؟ قال لك انا بغيت نفهم كيفاش الحكومه ديالي مدلوله. هما قال لك طبقوا التاشيره وحنا باقي ما طبقنا والو، ما كاينش رده الفعل.
وخاصنا حتى حنا نشدوا الجزائريين، نلقاه في الطريق نحبسوا نقلبوا نفتشوا ونقلب، عنده جوال عنده موس عنده كذا، وعندك الحق تقلب له التليفون ديالو زريبه. خرياشة بهدلكم ميمي، يا الخرياشة بهدلكم ميمي، والبارح بالليل قلت لكم انا غنتسنى الغدا شنو غادي يوقع، ولدابا ما كاين حتى شي بيان حبيبي، تبين حتى بيان ولا بيان برويطه. سيدنا اليوم جلاله الملك قال لنا التعليمات ديالنا، هو التعليمات عطانا نخشيو صبعنا في قزازبنا ونسكتو، ولا حمات الصبع نخشيو الصبع الاخر، وعندك امكانيه تخشي 4 صبعان، ولا قدرتي تخشي ركبه خشي ركبه. حنا سيدنا قال لنا سكتو مزيان. ما كاينش اللي يدير لكم يا الخرياشه، هو ميمي الخانز. وانتم راه ماشي هو اللي خصو ياخذ القرار، لان القرار كيجي من الخرار، والخرار كيجي من الصهاينه. طالما الصهاينه ما هضروش هو ما يهضرش. هذه الدوله الامبراطوريه وحنا عندنا السياده. الجزائر يدخل المغرب للزريبه، والمغربي ما يدخلش الجزائر. وانا من البلاد دي، انا من البلاد دي. تيكا اضرب لي المونيكا اللي هي اويلي وحدي يا ويلي، اويلي وحدي يا ويلي وحدي. ومن البارح اليوم والو، الصمت، الدق والسكات. اسمع هذيك اللعبه ديال مربلاق والو، ما كاينش اللي يهضر. هنا كيبين لك ان الدوله وكاكا وتخيل الخريج مسكين حرقوا قلبوا كيضروه. انا سيدنا تحركوا، ناشد السلطات، ناشد الجدرميه. اش ناشد انت؟ تسكت يا القرد، اسكت يا القرد، اسكت كون دافك. سمعوا معايا هاد اللقطه هادي، سمعوا. البارح فرانس 24 كانوا تصريحات واعترافات تقالت بلا ما شي واحد يعيق. سمعوا معايا الاخوان. لايكات، اريد لايكاتي. سمعوا معايا لان الدق والسكات. سمعوا. تحدث واثرت ان البيان لم يقدم اي ادله تدعم الاتهامات التي ساقها. في الاول من ايلول سبتمبر تقول الجزائر النيابه العامه في تلمسان اعلنت توقيف اشخاص عده من بينهم 4 مغاربه بتهمه الانتماء الى شبكه تجسس. الجزائر وفق المراقبين تخشى على أمنها. ترى أنه ثمة تصرفات وفق البيان تشكل تهديدا مباشرا لأمن البلاد، وتفرض هذا التبرير مراقبة صارمة للدخول والإقامة على التراب الوطني على مستوى جميع النقاط الحدودية. هل تتفهم أنت هذا القلق؟ والله يا أخي هذا مضحك، لأن عودتنا المخابرات الجزائرية والإعلام الجزائري بفبركة وإنتاج الكثير من الدحدوحيات. الدحدوحيات. يوم قام رئيس الحكومة والمستشارين ديالو وقاموا بتقرير وبيان ظهير شريف، قالوا بامتلاك والاستحواذ على السفارة الجزائرية، وهذا كان شيئا رأيناه بأم عيننا، وراءها نفوا الخبر. فمن فبرك الخبر؟ أليس المغرب دايرين ظهير شريف في الجريدة الرسمية، ومن بعد قال لك احنا أخوة وأشقاء حزاقة مدلولين. الجزائر كذبت عليكم. سمعوا الله يتخصنا نضحكوا بالله. والتعذيب أرغم على الاعتراف بأنه يعمل إن عودتنا المخابرات الجزائرية والإعلام الجزائري بفبركة وإنتاج الكثير من الدحدوحيات. فالشاب كان يتجول في مدينة تلمسان، قبض عليه وتحت الضرب والتعذيب أرغم على الاعتراف بأنه يعمل لصالح شبكة تجسسية مغربية. هذا معروف الدحدوحيات في الجزائر. شكون قال ان شاب مغربي تم القبض عليه في تلمسان كان يتجول وعطاو العصا وقر واعترف تحت التعذيب انه على الجزائر فيها مغربي واحد؟ الجزائر فيها مغربي واحد، يعني المئات الالاف ديال المغاربه في الجزائر، جزائري واحد، يعني مغربي واحد يشدوه واحد. وفينا ما جوج الاخرين؟ شاب مغربي يتجول في تلمسان، لقوا القبض عليه وقال وتحت الضرب والضغط اعترف انه في شبكه. هذا الكلام قالوا هذا السيد، انا ما قلتوش. الجزائر لم تتكلم على شخص كان يتجول في تلمسان. اذا القضيه بصح هذا حدوحي، يعني انت كتعترف ان هناك شاب
ولماذا لم تقل شابان الآخرين؟ ولذا لم تتكلم على المئات ديال الآلاف ديال الجزائر ديال المغاربة مقيمين هناك؟ وهو فمو سمع شنو غادي يقول. سمعوا راه لقطة واعرة مهمة جدا في نص المقطع، ما قطعتو ما والو. سمعوا معايا. تراكمت إلى درجة أن العقل الجزائري والعقل المغربي أصبح يكتشفها من الوهلة الأولى. فالجزائر في أسبوع شيطنة السفير الإماراتي، شيطنة رئيس العصابة في اللجنة العسكرية في مالي، يعني أنها هذه امور داخليه تهم الجزائر. انت مالك تشيطن واش جاي عند خالتك راجل الجزائر؟ هذا مريض، هذا والله لا مريض. كمل. محيطة بحدود ملتهبة، وبالتالي فهي تحاول فبركة هذا. أما فيما يخص المؤامرات وترحيل المشاكل الداخلية نحو المغرب، خشيتها من التقارب ما بين المغرب وإسرائيل. لا خشيتها، ولكن هناك علاقات تحت الطاولة بين إسرائيل والجزائر. لا تعتقد هذا؟ نعطيك مثل الاجتماع التي أعطيني مثل واحد. أعطيه لك. عطيه. الاجتماعات التي عقدت بين ضباط الجيش الوطني الشعبي الجزائري والضباط الإسرائيليين. وين أنت رسمتهم؟ رب الصور منصور لا دليل على هذا. لا موجود هناك دليل الحكيم. هم يتهربون من الحقيقة. هناك يتهربون من الحقيقة. يستغفلون الشعب الجزائري الذي تعود على الدحدوحيات. طيب، فقد قيل الكثير ولكن دون إقامة عليه حتى الدليل في هذه الحلقة. يعني ويلي على شوها دحدوحي قال لك هناك أدلة. كاين دليل، قال لك دليل إقامة اجتماع كاين ما بين الضباط العسكر ديال الجزائر والضباط الإسرائيلي. قال لي عندك دليل؟ قال لي كاين دليل. وكيقول الصحفي أن ليس هناك دليل. هذه أقاويل ديال القهاوي، كلام المقاهي. كيقول لنا دليل، كيقول لحد الآن لم يثبت أي تصويرة ولا أي خبر يؤكد. شوفوا النظام شنو مصيفط بابا سنفور. بابا سنفور شنو كدير تما يا بابا سنفور؟ وبابا سنفور شنو كدير تما؟ جايبين واحد مسكين كبير في السن كيهرنط تما. وكاين دليل يا ودي. اذا اتاكم قال لك اذا اتاكم مشات نتا الآية الكريمة، استغفر الله العظيم يا ربي، اذا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. وفين هو البيان؟ في اعطيني البيان باش ناكد ان البيان كاين. اما انت بلسانك قلتي شاب مغربي يتجول في تلمسان، ما قالهاش الجزائري، قلتيها انت. كيبان لي بركه، والله لا بركه. الشحط والدق والسلخ، الجلد بزاف. وانا يدي ضرتني بكثرة ما كنجلد. صافي اخوان، عجبكم البث؟ لايكاتو، بارطاجو، تعليقات ديالكم خليونا في الكومونتيرات، وديروا ابينو باش المهم انا ما جبت حاجه من عندي. فرانس 24 الكلام ديال المغاربه كيقول لك علاش حنايا ما كنديروش، وموريتانيا حتى هي، وتونس وليبيا جايه في الطريق. تبهدلتوا والله، لا تبهدلتوا. ربي مع الجميع، الله يكون في عونكم يا مغاربه، بالاخص يا خرياشه. تحيه الاحرار. نمشي راه كيتسناوني غادي ناكل الحوت مغربي وكذا. الله يعاون.